عايزه اثبت لنفسي ان انا مش قليله، فابتدي اعمل حاجات كبيره قوي. فمثلا تيجي صاحبتي تقول لي واو انت عملتي حاجه جباره، اروح البيت اقول ايه، يا حقيقي حاجه جباره، ولكن صاحبتي برضو عايزه ترضيني، فانا ما صدقش. ليه؟ لان القله اللي راسخه جوايا كطاقه عاطفيه، مش طاقه عفاريت ولا طاقه ولا طاقه مش عارفه ايه، طاقه عاطفيه، يعني ذكرى عاطفيه اتخزنت في جسمي بطريقه معينه، انا بدافع عن نفسي منها بحيث ان انا انكر الاحساس ده. انا بتكلم على الطاقه دي، إمم. عايزه تفضل عايشه جوايا وتاكل على حسابي. انا كده دخلتكم في متاهه، بس هي المتاهه دي مهمه جدا. الطاقه دي بتاعت انا قليله عايشه جوايا، الطاقه العاطفيه، إمم. الذكرى، التجربه اللي انا عشتها اللي وصلتني ان انا احس ان انا قليله عايشه جوايا، وانا بنيت عليها ان انا اثبت لنفسي، احاول اثبت لنفسي ان انا قويه، ان انا مش قليله. فابتدي اعمل حاجات كبيره في الحياه لكن انا مش قادره امتلكها، فابتدي كل ما اعمل حاجه او حد يقول لي ايه ده حاجه كبيره اللي انت عملتيها ليها قيمه كبيره، انا اقلل من الكلام ده، ابرر ان هو مش حقيقي، مش قادره اسمعه، مش قادره اخده. ليه؟ عشان الطاقه اللي جوايا هي اللي مسيطره، دي في عقلي الباطن. عقلي الواعي هو اللي بيطلع يعمل حاجات في الحياه عشان يثبت لي ان انا ليا قيمه.